انت تعرف اذا اجى واحد مشي على بنتك وانت رفضت لاسباب دنيويه، والله ما عنده سياره وما عنده فلوس، انت ما رفضت لاسباب للاخر انه هو عنده اخلاق او مو مسلم وغير هاي السؤال، انت لاسباب دنيويه. اذا رفضت كل حيضه تطلع من البنيه انت تلبس طوق من جهنم. هايك واحد مله فبالجامع فصاح ايها الناس عندي بنت للزواج يا لي يتزوجها، فقاموا يتناقشون عليه هذا شو يتخبط، قام يعرض بنته للزواج. فترة جاء واحد مشي عليها وتزوجها، ورا سنة جاب بيده طفل وسكينة، قام ايها الناس من يذبح هذا الطفل؟ قال لا عاد تصدق تخبطت، انت قبل سنة تدل بنتك للزواج هسه تريد تذبح الطفل، عم انت شمالك؟ قال لا مش مال انت شمالكم، انت بيوم اللي تنادستوا علي انا اعرفكم بس ما عندي حجة عليكم، انتم بتنادستوا هذا الطفل الحيضة مالته ورقبتكم، ليش ترفضون لأسباب دنيوية؟ إذا الولد قانع والبنية قانعة أزوجهم تتحاسبون عليها. اي نعم، بس أنا وياكم صباعا ما نخاف من جهل، أنا أحكي لك واقع.